خبر محزن جدا النهارده في احد لقاءات دوري القسم الثالث، مباراه ما بين نادي مطروح ونادي السلوم في دوري القسم الثالث. النهارده لعيب بلع لسانه وتوفى. النهارده لاعب سامي سعيد لاعب نادي مطروح بلع لسانه وتوفى في الملعب. حاجه طبعا يعني مؤسفه جدا وحاجه محزنه جدا. هنشوف كده مع بعض. الكرة كانت ورا كده، يعني في بداية الهجمة. نشوفها كده مع بعض. بص اهو جريوا عليه طبعا، حاولوا ينقذوه، بس طبعا اللمة دي كده غلط. لازم حد متخصص، طبيب متخصص على طول يتدخل لينقذ اللاعب. بص وقع اهو، بس هو حد خبطه ولا وقع لوحده؟ ارجع كده تاني معلش. هو خبط في زميله ولا ما خبطش؟ لا، ده وقع لوحده. طب بلع لسانه ازاي وهو لوحده كده؟ ممكن تكون أزمة قلبية ولا ايه؟ هو حسب تقرير المستشفى يعني بيقولوا ان هو هبوط حاد في الدورة الدموية. طيب انا شايفه وقع لوحده يعني. مش عارف بقى هل يعني في كرة قبل الكرة دي حد خبطه ولا حاجة وبعدين ما عرفش يتنفس. طبعا شاب زي الورد، سامي سعيد لاعب نادي مطروح، وقالوا ان هو من اللعيبه المميزه جدا جدا في نادي مطروح، وراجل يعني ابن محافظه مطروح، وحتى شغال مدرس تربيه رياضيه في احد المدارس هناك، وعنده 4 اولاد. فحاجه محزنه جدا يعني. خلينا نروح للاستاذ حمد فرج رئيس نادي مطروح نعرف منه التفاصيل. حاولوا طبعا ينقذوه زي ما انتم شايفين ونزلوا عربيه الاسعاف، لكن كان ممكن الوقت اتاخر يعني.